نزلت مظاهرة هن مانن ممولين، هن بالعكس فقيرين. الناس يلي نزلت تطالب بوقف جنون الأسعار هن ما نزلوا لأنه عندهم حنين للماضي مثل ما اتهموا، هن نزلوا لأنه ببساطة ما معهم مصاري وعم يلفتوا انتباه المسؤولين. يا مسؤول انتبه، نحن معك ولكن نحن تعبنا. الحرية بمفهومها الواسع نحن بنحكي فيها كتير وبنرفع شعاراتها كتير، ولكن التنفيذ على أرض الواقع للحرية دائما عم نفشل فيه. فالحرية بتقول أنت ما خصك فيني إذا أنا نزلت طالب الحكومة بتصليحات، هذا الشيء بيني وبين الحكومة. الحرية بتقول ممنوع تجي أنت بالطريق تصور سيدات ورجال مسنين وتهددهم إنه هن بعد ما هلأ تصوروا صارت حياتهم بخطر. على أساس المشكلة يمكن أبدا ما أنا بالحكومة، المشكلة من الشعب. أنت يلي عم تسألها اليوم للسيدة وتقلها إنه هلأ أنت نزلتي لأنك جوعانة، طيب تفضل أنت أعطيها راتب كل آخر شهر، ادفع عنا فاتورة الكهرباء، سدد لها مصروف ولادها. في سيدة منزلة أنا معارضة من 2011 بدي بيع كليتي لحتى أقدر أدفع فاتورة الكهرباء. في اليوم كان مريض سرطان نازل عم يقول أنا اليوم حق دواي $800، أنا ما معي. تفضل أعطيه حق الدواء ومنوع عندك وقتها إنه ما تشوف ولا واحد بسوريا كلها عم يطلع مظاهرات. أما تجي تحكي قصة ستك الله يخلي لك إياها أكيد وتعتبر يلي هو من الشام ما بيحق له يحكي لأنه أنت حررته، لا هي كبيرة. ما السيد الرئيس قال وبالحرف المحافظات السورية كلها جابت التحرير، ونحن بنمشي على حكي السيد الرئيس وأبدا ما بنمشي على حكيك. للأسف مظاهرات قانون وكرامة انتهك فيها اليوم القانون مع المحتجين وسلبت منهم الكرامة.